وحتى هو بيتكلم قدام التلفزيون أنا أظن أنه حصل له مشهد كادت الدموع أن تنزل من عينيه، لأنه عندما بدأ يقول العبارات المتعلقة بالتنحي إذا طاقم التلفزيون كله مصورين ومساعدين تصوير إلى آخره اللي كانوا في مكتبه في قصر القبة كلهم يجهشوا بالبكاء، وحتى في الصور هو التفت وأحس بالمشاعر اللي بدت تتدفق وبدأ عليه تأثر، وبدأ كما لو كان انه على وشك ان الدموع تظهر في عينيه. وانا اظن انه بذل مجهود انساني خارق لكي يتمالك اعصابه وانه الخطاب. لكن فور ان انتهى اتصل بيا وقال لي انا هرجع البيت دلوقتي وهترجاك، انا حدي امر انه لا يذاع اي حاجه باسمي ولا لها علاقه بي او اي بيانات اطلاقا الا اذا انت شفتها، لانه انا قلق جدا من انه في مشاعر. انا شفت المصورين وشفت وبيقولوا لا او رافضين والكلام ده كله، لكن انا هذا كله ليس له مجال في هذه اللحظه. وانا عندي خشيه انه اي حد زكريا محي الدين ممكن يطلع بيان يقول لا ملوش دعوه، انه على حال لا يذاع اي شيء الا بالرجوع اليك. وانا بعت لك تعليمات بهذا لسامي ولشعراوي ولوزير الارشاد في ذلك الوقت السيد محمد فايق. وبعدين انا قاعد في شرفه بيتي وخلصت المكالمه وانا قاعد افكر في ما يمكن ان يجري في الى اين هذا البلد. وفجاه انا بيتي على ضفة النيل عند ناصية كوبري الجلاء، وأنا أستطيع أن أرى من شرفة بيتي كوبري الجلاء. وإذا فجأة كده لقيت بدايات ناس 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 ناس، وإذا هناك مشهد بعد 3-4 دقائق الكوبري مليان ناس والناس بتزحف لا أعلم إلى أين. أنا المشهد بالنسبة لي في هذا الوقت بدأ إنه بلا تفسير، إيه ده؟ إيه خارجين ليه الناس؟ لكن طبعا ممكن خطر على بالي إنها مظاهرات غاضبة، خطر على بالي وعلى حال من بعيد ما كنتش سامع الناس بتتكلم على إيه. وبعدين بعد شوية الاتصالات من الأهرام بتقول لي إنه في كل حتة في مظاهرات، وأن هذه المظاهرات بتطالب الرئيس بالعودة، وانه لا يمكن، وناصر ناصر ناصر الى اخره، وانه في حاجه تانية. الناس رافضه الكلام اللي حصل ده. وبعدين الاهرام بيقول لي تاني انه العالم العربي كله في بيروت مش وفي العالم الخارجي في اشياء غريبه قوي بتحصل، وانه في تقريبا ثوره شعبيه، في جنون في الشارع العربي، وفي اطلاق رصاص في عواصم عربيه كتير جدا، وحتى في بعض الدول الاسيويه في اخبار كتير جايه لنا انه اصداء هذا الذي اذيع في القاهره احدثت نوعا من الانفجار العام. جمال عبد الناصر كان وصل بيته وكان بقاله فتره كلمني بالتليفون، قال لي يظهر في مظاهرات في الشوارع وعلى حال. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، انا داخل هاخد منوم، هو قال هاخد سيكونال، ما هو قرص اداله الدكتور بتاعه، يعني انه منوم قوي جدا، وانه انا هخش انام، لانه انا وهو الحقيقه انسانيا لم يكن في مقدور اي انسان انه يتحمل هذا. يعني انا صحيح بستغرب كيف امكن لهذا الرجل وكيف امكن لغيره اللي كانوا قريبين من الحقيقه. أنا ساعات ببص كيف استطعت أن أجتاز هذا اليوم أنا شخصيا، وأظن غيري نفس الحكاية من اللي كانوا بيعرفوا من الدائرة القريبة اللي كانت بتعرف جدا، ما كانش حد بيعرف في واقع الأمر أبدا.